السلام عليكم، مرحبا من جديد كباركم صغاركم، أهلا بكم. لازال موضوعنا عن يوم الجمعة وليست صلاة الجمعة. فالحلقة السابقة ذكرنا أن سبب نزول هذه السورة كانوا يتركون الرسول، هذو مؤمنين، خاطبهم الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن اليوم الجمعة يجتمع الناس، سمي ذلك اليوم اجتماع الناس للتجارة واللهو. إذن فالحدث كان تجارة ولهو. وأيضا إذا نودي لم يخبرنا الله تعالى أي صلاة التي كانت تتصادم مع التجارة واللهو. وأيضا علمنا أن سبب نزول هذه السورة يتركون النبي يكمل صلاته، يذهبون إلى الصلاة وبعدها بعد ما ينتهي النبي يلتفت وراءه لا يجد نفسه وحده، أو لا ندري معه اثنان ثلاثة وتركوك قائما، وإذا رأوا لهوا أو تجارة انفضوا إليها وتركوك قائما. إذن يلتفت وراءه لا يجد مؤمنين، راحوا يتجروا. إذن فتنوا في ذلك اليوم فقط، الأيام الأخرى لا يوجد، لأن في ذلك اليوم كان تجارة ولهو. فخاطب الله تعالى المؤمن في ذلك اليوم الذي اسمه الجمعة: أي صلاة؟ السؤال يبقى مطروح: أي صلاة المقصودة التي ذكرها الله تعالى في بداية السورة وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة؟ أي صلاة التي كانت تلتقي أو تتصادم مع التجارة؟ إذن كلنا يعلم أن منطقة صحراوية في عصر النبي، منطقة صخرية، أمور أو بدائية وبسيطة. يجعلون خيم لعرض سلعتهم للتجارة، ويأتون من كل قبائل فيجتمعون للتجارة. إذن منطقة صحراوية، نتذكر منطقة صحراوية. هل في بداية النهار يبنون سوق؟ في بداية النهار، في منتصف النهار، في نهاية النهار؟ لا ندري. هل في بداية النهار؟ منطقة صحراوية، الحرارة، درجة الحرارة، مناخ حار، منطقة صخرية في السعودية، مناخ حار. هل في صباح الباكر تقام التجارة أو بناء سوق للتجارة، أم في منتصف النهار، أم في نهاية النهار؟ لا ندري، لا زلنا ندري. إذن برأيكم أيها المشاهدين، أيتها المشاهدات، برأيكم السوق يبنى عند الظهيرة؟ برأيكم عند الظهيرة، عند القيلولة، عند وقت الهجيرة، عند القيلة، كما احنا نقولوا في القيلة يبنى السوق، سوق ساخن وتجارة ساخنة ونشطة، حتى يتركون النبي واقفا يصلي ويفرون من حوله للتجارة. برأيكم في وقتنا هذا الأمة الإسلامية
راهم يقولوا باللي كاين صلاة اسمها صلاة الجمعة، وهي عند الظهيرة، وفيها تغيير، وفيها صلاة الظهر، ويعني نحاو أو يعني قع تغيير في الصلاة الصلاة كما يزعمون. غادي القرآن هو اللي يكشف المفترين والظالمين والمشركين. اللي يفتري على الله هو ظالم ومشرك. إذن ذكرناها في حلقات سابقة. إذن هذا التغيير يعني صلاة الجمعة سموها صلاة الجمعة وليست يوم الجمعة، وعند الظاهرة وقلع صلاة الظهر اقلع أو نزع أو نغيروا وخطباتين ونجعلوها يعني يوجد خطبتين ومولت ربعة صلاة، مولت ربعة ولت 2 ركعات وبالركعات، وعند الظهيرة يعني وزاروا البيع. دوك نشوفوا معا القرآن يبين لنا تبين لكل شيء، كما قال الله تعالى تبين لكل شيء. احنا القرآن آيات الله هي اللي غادي تبين، ماشي كلام آخر. آيات الله احنا غادي نتبعوا آيات الله. ودائما نذكروا قصة أبونا آدم، فنسي فلم نجد له عزما. نسى آيات الله، هذا عدو، لا تقرب هذه الشجرة، اسكن أنت وزوجك الجنة. جاء كلام آخر من إبليس: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وتكون منها ستكون ملكين أو تكون من الخالدين. فنسي بلي هذا عدو الله. آيات الله شتكون هذا عدو لكما فاحذر يخرجكم منه. فنسي آيات الله. إذا نفس الشيء أنا واقعين فيه. الأمة نسينا آيات الله كتاب الله ورانا نتبعوا في كلام آخر. نفس الشيء الله تعالى عطانا فرصة أخرى والأخيرة، فرصة ثانية والأخيرة، كيما أبونا آدم. نفس الله إحنا هذا الصخب الدنيا وهذا المشاكل الدنيا وهذا الأغلال تاع الدنيا وهذا التنافس في الدنيا يروح إلى المؤمنين المتقين، ينقص الإحساس باللي وانا في امتحان الثاني والأخير. أنا في امتحان الثاني والأخير، فرصة الثانية والأخيرة. ها آيات الله نتبعوها باه نولوا للجنة، باه نولوا للجنة. طانا الفرصة الثانية والأخيرة. أبونا آدم من العائلة تاعنا وهذا أبونا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. دائما الله تعالى يكررها في القرآن، يذكرنا ويحذرنا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. إذا دائما قصة أبونا آدم تكون هنا كل يوم، كل يوم معاملة مع الناس، عبادة مع الله تعالى، كاش دائما هنا كاش. اللي بغى يسلك الفرصة الثانية والأخيرة. إذا لا أطيل عليكم، دائما نجعلوا هذه يعني نذكروها للتذكير لي ولكم، لي ولكم. إذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله. هل يوجد نجعلها كالأسئلة، كالبحث معا والتدبر. منطقة صحراوية، منطقة صخرية في السعودية،
في عصر النبي، يعني أمور بسيطة. السوق يا عباد الله، يا عباد الله، يا عباد الله، السوق يبنى عند الظهيرة في منطقة صحراوية، والسوق ناشط عند القيلولة عند الظهيرة. يا عباد الله، اتقوا الله، يا عباد، اتقوا الله يا عباد الله، قبل رحيلكم، قبل رحيلكم، اتقوا الله. أو عند الظهيرة يوجد يعني سوق ساخن، منطقة صحراوية، منطقة صخرية، الحرارة يعني تقريبا 50 درجة، وما يعني والسوق يبنى يعني خيم بسيطة. اتقوا الله، اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله. والقرآن غادي يبين لنا، القرآن بآيات الله غادي تبين. شوفوا معنا، كانوا حتى يتركون النبي يصلي، يكمل صلاته ويفرون للتجارة والله. يعني السوق ساخن، السوق ناشط، سلعة جديدة، يعني بناء إقامة السوق في البداية حتى يتركون. يعني عند الظاهرة برأيكم عند الظاهرة يخمم 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 يتفكر هكا معا عند الظاهرة. القرآن غادي يكشف المفترين المشركين الظالمين. نرجع لصورة النور، سورة النور. خاش الله تعالى ماذا يقول؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني روحوا اختجروا. هل يوجد انتشار عند الظاهرة يا عباد الله؟ يعني انتشروا، يعني روحوا خدموا واذكروا الله كثيرا عند الظاهرة في الصحراء، في الصحراء. إذا نشوفوا سورة النور، قوله تعالى أيضا في آية في سورة أخرى يقول أقم الصلاة. حنا الله تعالى يهضر الصلاة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. يعني الليل، العشاء، يعني ما راهيش أقم الصلاة طرفي النهار، بداية النهار ونهاية النهار، بداية النهار ونهاية النهار. هل في نهاية النهار غادي نديرو السوق للتجارة يا عباد الله؟ إذن غادي نميلو، دائما غادي نميلو في صباح الباكر. أقم الصلاة طرفي النهار، الطرف الأول هو بداية النهار والطرف الثاني نهاية النهار. سبح اسم ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل. صلاة العشاء آناء الليل يعني راهي بعيدة على تصادم التجارة، يعني اللي المقصودة في اليوم الجمعة، في اليوم الجمعة دائما في اليوم. نهاية النهار في اليوم الجمعة بعيدة هي أيضا، لكن صلاة في بداية نهاية النهار، يعني هذه كاع أيضا بعيدة كل البعد عن يعني السوق عند الطرف الثاني من النهار، عند الغروب وعند العشاء. يعني بقات لنا يا عباد الله بداية النهار. الفجر كما ذكرنا سورة البقرة يبين لنا الله تعالى صلاة الفجر أو الفجر حالة طبيعية ترى بالعين المجردة. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني يبدأ الحليبان، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني الفجر يبدأ لا تعرفه، يعني صاي الليل بدا يختفي الليل وبدا يدخل النهار. يعني ما ليل تنجم تقول ليس ليلا وليس نهارا، رمادي. يعني السماء ترى بالعين المجردة، يعني رمادي، الانفجار، من الانفجار، شيء يخفي شيء من الانفجار، الفجر من الانفجار. يعني سي يعني ما يعني سي الليل
الليل يختفي النهار تغلب على الليل. النهار تغلب على الليل فأصبح كرمادي، لا سواد ولا بياض من الفجر، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا الله تعالى بين لنا الفجر حالة طبيعية. الله تعالى شرح لنا الفجر كده صحيح، هذه مفهومة وكثير من الناس يعلم هذا الأمر. إذن صلاة الفجر، بداية صلاة الفجر ليس في وقتنا هذا. الأمة الإسلامية تصلي صلاة الفجر في الليل، هذا ليل، بل صلاة الفجر يعني بعد، أعطيكم يعني بدقة بإذن الله تعالى، بعد آذان عند الأمة الإسلامية، بعد آذان الثاني 50 دقيقة تبدأ صلاة الفجر الحقيقية التي صلاها النبي والأنبياء والصالحين الذين سبقونا بالإيمان. بعد آذان الثاني نزيدوا 50 دقيقة بتبدأ صلاة الفجر الحقيقية. إذن نكمل موضوعنا. نروحوا سورة النور. احنا لازم نتكلموا بعلم من كتاب الله، من آيات الله، بعلم من آيات الله. إذا نذهب إلى سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر. إذا يوجد صلاة اسمها صلاة الفجر. هذه سورة النور، الآية الكريمة 55، سورة النور. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر. إذا يوجد صلاة اسمها صلاة الفجر وليست صلاة الصبح. لا يوجد صلاة الصبح، يوجد صلاة الفجر من قبل صلاة الفجر. وحين شوفوا عندما جاء عند الظهيرة، شوفوا الله تعالى ماذا قال حين عند الظهيرة، ماذا قال؟ وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. يعني الإنسان غادي ينزع الثياب تاعه ويلبس ثياب خفيفة للقيلولة والراحة والهجرة وليرتاح للراحة عند الظهيرة. لم يقل لا بعد صلاة الظهيرة ولا قبل صلاة الظهيرة، لأن لا يوجد صلاة في النهار. لم يفرض الله علينا في القرآن في آيات الله صلاة في النهار، بكرة وأصيل، بالغدو والآصال، طرفي النهار، كيف صلاة. إذا عندما جاء في الظاهرة ماذا قال؟ وحين تضعون ثيابكم من الظاهرة، ثيابكم من الظاهرة وقت القيلولة. إذا في الظاهرة يوجد قيلولة وهاجرة وراحة. إذا الأولى من كاين صلاة ربطها بالصلاة. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يعني استئذان. يعني كان عندهم يعني عمال في بيوتهم، خدام، يعني الله تعالى في هذه الأوقات حددها، يعني يستأذنوا خاطب المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا استئذن. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر. ربطها بصلاة، خاطر يوجد صلاة. قبل الصلاة الإنسان يكون في خلوة، يعني يوجد استئذان. ربطها بالصلاة من قبل صلاة الفجر. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. وعندما جاء في الظهيرة قال وحين تضعون، وقت القيلولة، وقت الراحة. لم يذكر لا صلاة. لو كان يوجد صلاة الظهر كما يزعمون في وقتنا هذا،
كون ربطها بصلاة الظهر. لا قال من بعد صلاة الظهر أو قبل صلاة الظهر. هذه الآية الكريمة الضربة القاضية للجاحدين متعصبين للافتراء على الله. إذن وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، بعدها ماذا قال؟ ومن بعد صلاة العشاء. إذن يوجد صلاة اسمها صلاة العشاء، ومن بعد صلاة العشاء يعني استئذان، ربطها بالصلاة. ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. إذن أين الصلاة المقصودة التي نهانا الله تعالى أو نهى المؤمنين في عصر النبي الذين كانوا يتركون النبي يكمل صلاته ويفرون للتجارة، أو التجارة التي كانت تتصادم مع الصلاة؟ أي صلاة؟ معروفة، صلاة الفجر. يعني كانوا السوق يعني يجوه من هب ودب، المؤمنين، الكفار، المنافقين، الملحدين، يعرضوا سلعتهم. يقومون في منطقة صحراوية يقام السوق في صباح البكر، معروف. وكانت تتصادم مع صلاة الفجر عندما يبدأ البكرة، يبدأ الحالبان. فتنوا المؤمنين وتركوا النبي يكمل صلاته وفروا للتجارة. ربما هكا كانوا يسمعوا السلعة تعرض، الأصوات يعني صخب، فتنوا. لهذا خطب يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم النهار تاع الجمعة اللي فيه تجارة والسوق فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وإذا رأوا لهوا أو تجارة انفضوا إليه وتركوك قائما. تركوا النبي الرسول معهم، تركوه خلواه وراحوا للتجارة. فالنهار تاع الجمعة فقط خصوصية النهار تاع الجمعة. إذن وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، هذو المؤمنين الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم ويخطف المؤمنين. إذن فعند الظهيرة كاين قيلولة، يعني الآية تقول هاك، ماشي أنا، الآية تقول هاك. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انت راك حر أو انت راك حرة. الآية تقول هاك. أما كلام آخر قلنا قصة أبونا آدم، حذاري فرصة ثانية والأخيرة لهذه الدنيا. إذن لننهي بأن الصلاة المقصودة هي صلاة الفجر، تبيان لكل شيء. لازم نأمنوا بهذه الآية بالقرآن كما قال الله تعالى تبيان لكل شيء. نفس الشيء في سورة النور، يبين الله لنا تبيان لكل شيء. شوفوا معايا هذه، ويعني لكي لا يكون الفيديو طويل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة النور نفسها وفي الآية الكريمة 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. اللي في ذرة شك هكا يعني غادي كي يقرأ هذه الآية صاي ما كاش زي هذاك الشك يروح يختفي يتلاشى بإذن الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصل طرفي النهار بكرة وعشي. بالغدو والأصل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه
يسبح له فيها بالغدو والآصال. الصلاتين أوقات ووقتين، يعني صلاة الفجر، وسنشرح الصلوات المفروضة في القرآن التي محددة بالوقت زائد قيام الليل. قلنا صلاة الفجر، صلاة الوسطى، والعشاء، وقيام الليل. في بيوت صلاة الوسطى مع العشاء يدلك الشمس إلى غسق الليل معا. صلاة الوسطى مع العشاء تصلى معا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. تجارة في بيوت تمعنوا في هذا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها. متى؟ بالغدو والآصال، بكرة وعشية، في الفجر وعند طرف الثاني طرفي النهار وعند العشي من صلاة الوسطى وروح حتى العشاء. بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة. كاينة تجارة، شو قلنا؟ وإذا رأوا لهوا أو تجارة انفضوا إليها وتركوك قائما، تركوه يصلي. إذا يوجد صلاة بالغدو والآصال. قلنا الآصال بعيدة كل البعد أن يبنى سوق عند الغروب، قبل غروب الشمس، يعني بدقائق، عند دلوك الشمس، يعني عند الغروب. إذن النسبوين التي كانوا يتركون النبي، النسبة العالية هي صلاة الفجر. صلاة الفجر منطقة صحراوية، حرارة، هنا قلنا طرفي النهار، الصلوات كاين طرف النهار والعشاء. إذن التجارة التي كانت تصطدم في يوم الجمعة والتي نهى المؤمنين أن يكملوا صلاتهم مع النبي وكانوا يتركون النبي يصلي في ذلك اليوم الجمعة، هي صلاة الفجر. يا أيها الذين إذا نودي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذن هي صلاة الفجر. نعيد الآية: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة. إذن يوجد تجارة ولا بيع عن ذكر الله. كملوا: وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة خافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن نكتفي بهذا القدر. إذن التجارة، السوق، في ذلك اليوم الجمعة يجتمع الناس للتجارة والصلاة المقصودة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هي صلاة الفجر. هي صلاة الفجر التي كانوا يتركون النبي يكمل صلاته ويفرون من حوله للتجارة واللهو في ذلك اليوم فقط، يوم الجمعة. إذن رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عند الله تعالى ذكر صلاة الفجر، وعند نهاية الأصل، نهاية النهار، يعني نهاية النهار ما غاديش يبنى السوق عند الغروب، ومنطقة صحراوية ومنطقة صخرية. إذن التجارة تقام في صباح الباكر في الصحراء، في منطقة صحراوية، منطقة صخرية. إذن اتقوا الله يعلمكم الله. الدين هذا للجميع. انتظرونا للتوضيح كل كبيرة وصغيرة من القرآن فقط، ولا نشرك مع كتاب الله شيئا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. السلام عليكم.